طيب، ماذا يحدث للواتساب بعد الابديت الجديد او الابجريد الجديد اللي حصل فيه بعد التحديث الاخراني فيه؟ دعوة قضائية قدام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بتقول إنه في الفترة الأخيرة وبعد التحديث الأخراني لبرنامج واتساب بدأ يوفر خاصية إنك حضرتك تسمع الرسالة الصوتية اللي حد بعتها لك مرة واحدة بس، وبعدها تختفي من سجل المحادثات بتاعتك. ما تقدرش انت كمتلقي للرسالة انك توصل لها مرة تانية او تثبت محتواها. يعني مثلا لو الرسالة دي تخيلوا فيها سب بقى او قصف او تهديد او ابتزاز او اي شتيمة، اي مشكلة، فيها مشكلة، الرسالة دي فيها مشكلة، فيها حتى محاولات لتهديد الامن القومي، فكده احنا مش هنقدر نثبتها، وكده اللي ارسل الرسالة وصل لغرضه، محدش يقدر يوقفه، محدش يقدر يتعقبه او يثبت عليه اي حاجه. اللي رفع هذه الدعوه المحامي وليد الفولي، اللي قال انه الموضوع ده خطير جدا، ممكن يهدد فئه كبيره من المجتمع، يسمح بانطلاق مجموعه جديده من الجرائم من غير حساب، وانه لو حصل كده الجهات الرسميه هتبقى مجرد متفرج بس، ملهاش اي حيله، حتى المتضرر مش هيقدر يعمل حاجه بسبب التطور الخطير اللي حاصل في التكنولوجيا، واللي هيخلي الأمر محتاج لتدخل تشريعي أو وقف خدمة الواتساب في مصر لمنع الضرر، يعني الضرر اللي ممكن يتجاوز أو يزيد عن نفعه. طبعا ناس كتير لو الواتساب ده اتلغى هتبقى كارثة بالنسبة لهم. احنا كلنا بنتعامل على الواتساب، جروبات الشغل كلها على الواتساب، يعني حياتنا واتساب اصلا، اهم برنامج في حياتنا، يمكن اهم من الفيسبوك. معانا على التليفون المحامي وليد الفولي اللي رفع الدعوة القضائية، اللي هي يعني ايه ممكن نقول عنه ايه، صاحب دعوة وقف الواتساب في مصر. يا استاذ وليد اهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة، وكده ناس كتير هتقلق هتخاف، مش عايزين كده. يا اهلا بحضرتك يا استاذ، اهلا بيك، ما شاء الله عليكي على المقدمه الناريه الجميله دي. لا ولا ناريه ولا حاجه، حضرتك رافع دعوه ناريه اصلا. انت داخل، احنا كلنا شؤوننا كلها على الواتساب. ده حقيقي ان حضرتك بتكلميني وانا برد على الواتساب يعني بالظبط. شفت بقى. للاسف حضرتك لخصت الموضوع في كلمتين فعلا، ان احنا بنعاني من مشكله هتتضخم مستقبلا وهنقف كلنا عاجزين نتفرج عليها. ان انا دلوقتي حضرتك شخصيه محترمه، شخصيه عامه، دلوقتي ممكن اجيب الواتساب بتاعك وهبعت لك رساله تهديد، انا منتظرك قدام عربيتك، مش هخليك تروحي، انا هعمل، انا هسوي، وفي الاخر مش هتعرفي توصلي لاي حاجه من اللي انا قلتها دي نهائي خالص. لا انا ورايا رجاله، احنا هنا في القناه ايه عندنا رجاله ياكلوا الزلط، مش كده، ما انت حضرتك مش هتلاقيني، انا يكفي ان انا عملت لك قلق في حياتك وخلاص. انا ده اللي انا عايز اوصل له. بالتالي في معظم الجرائم اللي بتحصل كانت بتبدا بالشكل دوت، ولما بنتعقب الفعل بنتعقبه عن طريق الرساله بتاعته جايه من انهي رقم، وبنثبت عليه ان هو قال الكلام ده بالرساله دي. دلوقتي واتساب اداني فكره او اداني ادوات، انا دلوقتي كواحد ضعيف النفس هبدا استخدمها استخدام امثل وما اكثر من هؤلاء. طب انا بس عايز اعرف التحديث ده بيعمل ايه، يعني انه انا دلوقتي لو بعت لحضرتك رساله صوتيه انت هتسمعها مره واحده وخلاص تتمسح تلقائيا. بالظبط. مفيش اي اثر ليها تاني خلاص، ولا هعرف ارجعها من الداتا ولا اي جهه رسميه ولا اي حد. ده بدا تطبيقه فعلا؟ ده بدا تطبيق فعلا، كان موجود الاول بيتطبق في الصور والفيديوهات. التحديث الاخير بقى للصوت، اللي هو اساسا اي مشكله كانت بتجيلنا مثلا فيها سب وقصف، فيها تهديد، فيها ابتزاز، اكبر الجرائم اللي كانت نازله في السوشيال ميديا كانت بتبدا على الواتس، ابتزاز وتهديد. فببدا اتعقب الشخص ده عن طريق ان انا بروح اعمل محضر وبقول للجهات الرسميه والنيابه العامه الشخص ده باعت لي الرساله دي بيهددني. فبتبدا النيابه العامه تحول الموضوع على مباحث تكنولوجيا المعلومات، اللي بيطلبوا مني الجهاز وبيطلبوا مني ان هم يخشوا على الواتساب، يخشوا على الفيس عشان يبداوا يشوفوا الرساله دي ويتعقبوا صاحبها ويتاكدوا من صحه كلامي. انا دلوقتي اصبحت عاجز ان انا اقدم الدليل على صحه كلامي، وبالتالي اي قضيه انا هدمت الركن الاساسي فيها اللي هو الدليل الاثبات، اللي هو الصوت اللي جاي لي بتاع الشخص. كان الحوار قديما لما بيجي الصوت خلاص بيبعت جهه رسميه هل ده صوت الشخص ده ولا مش صوته، عشان يثبت الجريمه كامله عليه. طب دلوقتي مفيش بقى صوت خالص، وانا نفذت الابتزاز وبهدد وبسب وبقذف والجدع يعرف يعمل معايا حاجه. طيب السؤال، هي الخاصيه دي
اللي انا لغايه دلوقتي انا انجي شخصيا ما شفتهاش، هي اختياريه. يعني انا دلوقتي لما اجي ابعت اختار المرسل ده اللي بيبعت الرساله الصوتيه دي، هو اللي بيختار الاوبشن ده، هو اللي بيختار الخاصيه دي ان انا افعلها ولا لا، رسالتي تظهر مره واحده ولا لا، ولا خلاص بقت اجباري موجوده على الواتساب؟ لا يا فندم، انا اللي بختار اذا كنت عايز ابعتها تسمعيها مره واحده ولا يفضل عندك الفويس موجود. يعني انا بعمل اخفاء للادله عن طريق اوبشن مديهولي الواتساب. ايوه بالظبط. مسهل لي الدنيا دلوقتي الواتساب لما يعني شرع الحاجه زي دي في الترخيص بتاعته، لما رجعت لها بيقول ان هو بيحمل خصوصيه للافراد عشان ما يتناقلش الاصوات بتاعتهم للاخرين. يعني انا بعت لحضرتك فويس، انا مش عايزك تبعتيه لحد تاني. نعم. فعمل لي الخاصيه دي. لكن هي بالعكس حصل دلوقتي ان هو انا لا يعني انا كان عندي خاصيه ان انا لو عايزه ابعت لك فويس اقدر اخليك ما تعرفش تبعته لحد تاني. لا مش موجود. هو دلوقتي التبرير بتاع واتساب لما رجعنا للتفاصيل كامله وراسلناهم، قال ان انا عشان بحمل خصوصيه الافراد ما يتناقلش الاصوات بتاعتهم بين الناس من غير ما هم يوافقوا على كده. ولكن هو اقتحم خصوصيتي انا كشخص لما يجي لي رساله من مجهول. حضرتك اقفل دلوقتي انك تبعت لي رساله من مجهول الا لما انا اوافق. ما انت دلوقتي دخلتني ناس على خصوصيتي الشخصيه برساله فيها كلمتين هيهددني بيهم ويختفي، انا هعمل ايه؟ بس يعني هو منطقي انه انا لما ابعت لحضرتك رساله ممكن ان انا ابقى عايزه ما تبعتهاش لحد تاني، فمنطقي انه لو الواتساب مثلا عمل حظر على كده ان انت تقدر تعمل فورورد لرسالتي الصوتيه دي، ممكن تبقى منطقيه للحفاظ على الخصوصيه بتاعه المحادثات بين طرفين. هنقف عند الحته دي قانونا بقى. القانون المصري بيجرم اي حد يتداول معلومات لاي شخص بدون موافقته. يعني انا لو بعت لحضرتك فويس دلوقتي وانت تداولتيه من غير موافقتي، انا حاسبك قانونا واخد عليكي لو شغلته على الهواء اخد حضرتك من حضرتك جزاء. طبعا انت وافقتي، اخدت موافقتي. بالظبط. فهو ده اللي كان بيحصل. يعني القانون كان بيحمي الجزئيه دي. فانت دلوقتي فتحت ثغره جديده ان انت الفويس بيجي لي بالتهديد بالسب بالقصف بايا كان المحتوى بتاعه، وانا مش هعرف اشتكيك ولا اوصل لك. نعم. هو ده موضوع الدعوه اللي احنا قلناها. اشكرك المحامي وليد الفولي، صاحب دعوى وقف الواتساب في مصر.